السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معلش أنا اتأخرت عليكم شوية، كنت تعبان، يعني تعبان شوية كده، يعني دعونا بالشفاء يعني إن شاء الله. النهاردة أنا عايز أتكلم أول حاجة في منتخب مصر. منتخب مصر طبعا كان بيلعب تصفيات مؤهلة لكأس العالم، فطبعا كنا بنلعب بوركينا فاسو، كان الدوري واقف، كنا بنلعب بوركينا فاسو وكنا بنلاعب اثيوبيا. طبعا غلبنا اثيوبيا 2-0، وطبعا اتعادلنا هناك مع بوركينا فاسو، وكده احنا اصبحنا 20 نقطة، واللي ورانا بوركينا فاسو 15. طبعا احنا لازم عشان نصعد، يعني حتى ما نقولش نتعادل بقى، نكسب، لان الماتش اللي جاي يبقى جيبوتي شهر 10 ان شاء الله. دي حاجة. بس انا بصراحة شكل المنتخب مش كويس، شكل المنتخب مش كويس. وطبعا انا بتمنى لحسام حسن ان هو ينجح ان شاء الله والجهاز بتاعه، بس يا ربي اشوف كوره احسن من كده. طبعا الموضوع الثاني ان شاء الله، طبعا المدرب الاجنبي اللي هيجي النادي الاهلي يدرب النادي الاهلي، طبعا هو بنسبه 90% هيجي فيشر، اللي هو السويسري، اللي هو كان بيدرب في ألمانيا، مدرب كويس والسي في بتاعه كويس جدا يعني. ده بنسبة كبيرة يقترب من النادي الأهلي. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا احنا عندنا دلوقتي الجهاز المؤقت في النادي الأهلي، وهو الكابتن عماد النحاس، هو اللي هيقود هو وجهازه النادي الأهلي إن شاء الله شهر 9 في 4 مباريات للأهلي. طبعا هنبدأهم إن شاء الله بيوم 14 إن شاء الله، يوم الأحد هنبدأهم مع إنبي، وإن شاء الله إن شاء الله طبعا الأهلي يتحسن وشكله يبقى كويس جدا. وطبعا طبعا اللي مسك مدير الكورة أمير الموهوبين وليد صلاح الدين، طبعا لا غبار على وليد صلاح الدين، ولا غبار على الكابتن عماد النحاس، ولا غبار على عادل مصطفى اللي هو ماسك المدرب العام، ومحمد نجيب طبعا انتوا عارفينه كان بيلعب مدافع في النادي الاهلي. بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة جدا 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 لمنتخب مصر والنادي الاهلي. طبعا احنا بنتمنى تمني من ربنا، يعني ان شاء الله ان احنا كلنا نقف ورا المنتخب، بس بنطلب من الكابتن حسام حسن انه يعني تبقى الكوره اجمل من كده يعني، لان احنا طبعا احنا طماعين بنحب ال ال الاداء الرجولي في الملعب زي ما هو كان حسام حسن بيلعب، وبنحب الفنيات العاليه برضه، فبنتمنى حاجه زي كده. وبتمنى يعني ان شاء الله من احسن لاحسن. واذا عجبكم طبعا الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير و... واعجاب، ولو في حاجه في التعليقات يا ريت تقولوا لنا. وطبعا زي ما انا بني حديثي بقول مساءكم ورد وفل وخير من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.